أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة اليوم الاثنين امرأة كانت على متن سيارة أجرة، وذلك عقب شكوى تقدم بها صاحب المركبة بشأن تعرضه للسب والشتم والتخريب العمدي. وبحسب المعطيات الأولية أسفرت التحقيقات عن أن المعنية محل نشرتي بحث، حيث كشفت التحريات المنجزة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة أنها محل متابعة في 29 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، من بينها 15 قضية نصب واحتيال و10 قضايا سرقة، إلى جانب أحكام قضائية تتراوح بين سنة و3 سنوات، منها 18 حكما غيابيا. كما ومكنت التحريات التقنية من رصد عدد من مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تسجيلات التقطتها كاميرات مراقبة بمحلات تجارية في عدة ولايات عبر التراب الوطنية. وظهرت المعنية في بعض تلك المقاطع وهي تقدم نفسها على أنها طبيبة وهمية، كما وتم تداول عبارات منسوب إليها ظهرت عبر تسجيلات كاميرات المحلات صوت وصورة، من بينها نقف لك في الشهادة كل ما تعيط ليشة، وهي معطيات تخضع للاستغلال ضمن مجريات التحقيق، إلى جانب باقي الأدلة التي تعمل الجهات المختصة على فحصها واستكمالها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. ولا تزال القضية محل متابعة من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة في انتظار استكمال التحقيقات والفصل القضائي في الوقائع المنسوبة إلى المعنية.